العدو الاول لمصر هو الكيان، وده شيء كله عارفه. هتحصل مواجهه، المواجهه دي هتحصل امتى محدش عارف، بس الاكيد ان الكل عارف ان المواجهه دي جايه، وده شيء حتمي ما فيهوش اي جدال. وعشان كده مصر بتستعد لما تحصل اللحظه اللي هيكون فيها المواجهه. احنا مستعدين، هنقدر ننقل معدات عسكريه، ننقل جنود، ننقل اكل، دعم لوجستي كامل هيقدر يربط الدلتا بسينا وتبقى قطعه واحده من مصر. وكمان بالمناسبة معلومة سريعة كده أقولها لك على السريع، السنين اللي فاتت مصر قدرت تطور قوات دفاع جوي كتير على طول القناة. ومش بس كده، ده جوه سينا نفسها زمان كان رادار واحد بس، دلوقتي بقى موجود أكتر من رادار، وبقى موجود قوات كتيرة ووحدات عسكرية متمركزة بأعداد كبيرة. ودوت اللي خلى السيسي يدخل في حتة مكافحة الإرهاب هناك، إنه إدى لنفسه مجال إنه يدخل قواعد عسكرية ويدخل جنود ومعدات تقيلة. وبالمناسبة كل اللي دخل مفيش حاجة منه خرجت، ده كله لسه لحد الآن متمركز، بل بيزيدوا، وده ذكاء من الحكومة المصرية.